هقول لكم على مكان تاكلوا من عنده تاكوز وكاسادية، وكمان حرفيا هتجربوا كل فليفرز الايس كريم قبل ما تشتروا، وفعلا هتدوق كل الانواع اللي نفسك فيها قبل ما تشتري النوع اللي يعجبك. في منطقة المطاعم الجديدة الموجودة في سان ستيفانو. هتطلع الدور التاني عند منطقة سي سايد ستور وجنب يافطة المطاعم الجديدة. هتدخل وتفضل ماشي على طول لغاية ما تلاقي ميامي سنتر قدامك، وتدخل شمال تفضل ماشي على طول هتلاقي على الارض سهم منطقة المطاعم الجديدة، تفضل مكمل لحد ما توصل سي كورت. تجربتنا النهاردة من مطعم هوبس. وهوبس هو مطعم بيقدم اكل مختلف من بلاد مختلفة زي الايطالي والفرنسي والمكسيكي. عنده تشيكن وينجز وساندوتشز وباستا، ده غير الفرابتشينو والهوت درينكس وديزرتس زي وافل وكريب. المهم جبنا وجبة تاكوز وكاسادية عشان نجربهم مع بعض. شدينا الجلافز. اول حاجة الناتشوز ناقصها شوية توابل وبهارات، لكن مع الصلصة كانت كويسة. نبدأ بقى بالتاكو. واللي ما يعرفش التاكو فهو اكلة مكسيكي عبارة عن عيش تورتيه جواه خس وطماطم وقطع الفراخ الكريسبي او النوع اللي